وبعدين ده احنا لسه بنقول يا هادي، احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم بداية الدوري. مش هنبتديها كده، احنا اعصابنا تعبانة واعصابنا بايظة. احنا عايزين الدوري السنة دي يا لعيبة الزمالك. الدوري السنة دي هيبقى صعب، هيبقى صعب جدا، لان مش دورين، مش هتلعب 34 اسبوع. ده هو تلعب دور اول وبعد كده اول تسعة يصفقوا مع بعضيهم على اللي ياخد الدوري. يعني اي نقطة هتضيع مش هتعرف تعوضها. كل ماتش اعتبره ماتش كؤوس. النهارده امام البنك الاهلي احنا مشكلتنا النقط اللي بتضيع امام الفرق المتوسطه او الفرق الصغيره، دي مشكلتنا. احنا بنلعب قدام الاهلي كويس، بنلعب قدام بيراميدز كويس وبنكسب وبنعمل ماتشات كبيره جدا، بس تيجي قدام البنك الاهلي، تيجي قدام المحله، تيجي قدام، مع احترامي لاي فريق، بتضيع نقط بسهوله جدا. والنهارده كنت على وشك خلاص يروح منك نقطتين، بس ربنا سترها. وربنا يبارك له ناصر منسي اللي نزل جاب لك التاني بعد طبعا نزوله مكان عمر فرج القليل جدا. اللي انا شايفه عمر فرج ما كانش ينفع يبدأ النهارده. عمر فرج انت بتحرقه كده من الاول، يعني مع احترامي لعمر فرج. لا، ناصر منسي نزل، حسيت ان فيه هجوم، قلب هجوم عندنا. بعد طبعا ركلة الجزاء بتاعت البنك الاهلي، ناصر ماهر عملها لناصر منسي بعدها ب3 دقايق، يعني جاب لك التاني. النهارده الزمالك بتحسب عليه ضربتين جزاء. يعني انا في واحده الله اعلم انا شاك فيها. يعني في واحده يعني مش عارف بجد والله. بس هنمشي مع قرار الحكم، هنمشي مع قرار الحكم وقرار الفار. بس كارثه في ضربه الجزاء التانيه، كانت كارثه بجد. يعني ازاي انا كسبان 2-1 ويتعمل عليها هجمه مرتده 2-1، ده ولكن انا مغلوب، ولكن الفرقه مغلوبه. خروج ناصر ماهر وخروج زيزو اثر بشكل كبير جدا، بس ما ينفعش انا كسبان 2-1. النهارده كانت 3 نقط مهمين جدا. ده انا لسه بقول يا احنا مش بنقول يا هادي، احنا مشكلتنا في بداية الدوري، بقالنا موسمين مشكلتنا في بداية الدوري، والنقط اللي احنا بنضيعها بايدينا. يعني النهارده كان ممكن ال3 نقط يضيعوا بايدينا برضو كالعادة زي الموسم اللي فات. احنا مضيعين نقط كتير الموسم اللي فات بايدينا. لا، احنا عايزين نبدأ بداية قوية. الحمد لله خدنا ال3 نقط. ضربة الجزاء يعني بتاعت الزمالك، يعني الحمد لله، يعني جت نجدة من عند ربنا. يعني ضغطة ناصر منسي على سيد نيمار غلطته. كرة لمست ايديه الاول، بعد كده حصل التدافع عشان ما حدش يطلع يتكلم ويقول لك ما احنا محسوب عليا ضربتين جزاء. اصل انا عارف الاهلاويه مش هيسكتوا، عاملين زي المحراب كده بيحربوا على اي حاجه. فالحمد لله النهارده خدنا ال3 نقط. بس يا مستر جوزيه جوميز، احنا اشدنا بيك الفتره اللي فاتت، والحمد لله عملنا مباراه كبيره قدام الاهلي في السوبر الافريقي وقدرنا ناخد السوبر الافريقي. وعملنا مباراه كبيره قدام النادي الاهلي وما كانش فيه توفيق، وخسرنا السوبر المصري، كسبنا بضربات جزاء وخسرنا بضربات جزاء برضه. بس الدوري عايزه النفس الطويل. احنا سكوادنا لسه ناقص، بس احنا عندنا، يعني اديكوا شفتوا بيراميدز زمان بتروجيت اللي لسه صاعد، واقوى سكواد دلوقتي يعتبر. لا احنا يعني حتة ان انت تبدأ بعمر فرج وتقعد بره الجزيري وناصر منسي، دي كانت غلطة كبيرة جدا، غلطة كبيرة جدا. احنا ما شفناش عمر فرج الشوط الاولاني خالص. بيستلم وبيسلم وبينزل يساعد مع زمايله بس ناصر منسي نزل مكانه بعد جون البنك الاهلي ب3 دقايق، قام جايب لك التاني في اخر الماتش. ضغط على ناصر، على سيد نيمار، غلطه وجاب لنا ضربة جزاء. عبد الله السعيد لعيب كبير جدا، لعيب
كان لازم يبقى موجود من زمان في نادي الزمالك، كان هيفرق معانا بشكل كبير جدا. ناصر ماهر اضافة كبيرة جدا، هدف اول ولا احلى ولا اروع. عبد الله السعيد ضحك على الكل، يعني هدف من الاهداف الجميلة جدا الملعوبة. فالحمد لله اني عدت على خير وخدنا الثلاث نقط. بس يا مستر يا جوزيه يا جوميز، ارجو التركيز الفترة الجاية في المطوشة الجاية في بداية التشكيل، بلاش تأليف. يعني انا استغربت من عمر فرج وبره الجزيري ومنسي، يعني استغربتها. ممكن عمر فرج يبقى بره ينزل بديل والزمالك كسبان والزمالك فايق والزمالك مسيطر على المباراة عشان يقدر يظهر عمر فرج. ومشلاك برضو يا مشلاك، يعني مش هينفع كده، مش هينفع، في احسن من كده يعني. بس ان شاء الله الماتشات اللي جايه هتجيبه يعني. طبعا عندنا نقص كبير النهارده، دونجا مش موجود، مصطفى شلبي ناحيه الشمال. فالحمد لله ان احنا عدينا وخدنا الثلاث نقط النهارده على خير، ودي كانت اهم حاجه، البدايات ان احنا ناخد الثلاث نقط. وان شاء الله نتمنى الاستمراريه على كده، ونتمنى ان كل مباراه ماتشات كؤوس. الثلاث نقط دول هدف اساسي في المباراه، لو حطيتوا ده في دماغكم هتاخدوا كل ماتش بثلاث نقط. ان شاء الله نتمنى القادم افضل، ونتمنى يعني الغيابات ترجع ان شاء الله. شلبي، دونجا، شيكابالا مش عارف، مش موجود النهارده خالص في ال 18. وربنا يكرم في اللي جاي. وان شاء الله نتمنى يعني الزمالك ينافس بقوه على بدايه الدوري، يعني في بدايه الدوري كده ينافس بقوه على بطوله الدوري، ونحقق بطوله الدوري. لان بطوله الدوري السنه دي صعبه جدا، صعبه جدا، عايزه رهوان، عايزه نفس طويل. لان انت مش هتلعب دورين، انت مش هتلعب 34 اسبوع، مش هتلعب مع الفرق كلها. انت الدور اول دور تاني هتصفي، خلصت. فنتمنى ان شاء الله اللي جاي يبقى افضل واحسن من النهارده. و... وعايزين ان شاء يعني خلاص، عايزين بقى ايه، نرجع نلعب تاني في دوري الابطال، وعايزين ننافس بقوه. لما نرجع نلعب في بطوله افريقيا ننافس بقوه على دوري الابطال. ان شاء الله نتمنى القادم افضل، والف مبروك مره تانية يا زملكاويه على الثلاث نقط. السلام عليكم.